السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناه هوات امينه، وصفه جديده فيديو جديد. واليوم غادي نقدم لكم واحد لا ساموند اللي كتجي هائله جدا وراقيه جدا وسهله في التحضير، وكتستحق انكم تجربوها لان المقادير ديالها سهله ويمكن لكم تقدموها في المناسبات او كتحليه. المهم تبعوا معايا هاد المقادير من الاول حتى الاخر، راه النتيجه غادي تكون رائعه جدا جدا وغادي تعجبكم. ودابا غادي ندوزو للمكونات. وبالنسبه للمكونات ديالنا ديال العجينه ديال لاطاف غريزي، غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق لنوعيه ممتازه اللي هي 2 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين مزيان. وبالنسبه للزبده عندنا 100 غرام ديال الزبده درجه حراره المطبخ اللي هي 4 ديال المعالق ديال الزبده. وبالنسبه للسكر سنيده عندي 170 غرام ديال السكر سنيده اللي هي 4 ديال المعالق كبار، وواحد الحبه ديال البيض بحجم كبير، وعندنا قبيصه ديال الملحه، وواحد الساشيه ديال الفاني. ودابا غادي نقدموا ان شاء الله. نقوموا بالدرك ديالها فقط برؤوس الاصابع كنجمعوها. ودابا غادي نحطوها في المجمد مده نصف ساعه على الاقل، ويمكن لكم انكم تصيبوها بنهار واحد 24 ساعه. ها هي غادي نحطوها في المجمد ومن بعد نتلاقاو. دابا غادي نقدم لكم مقادير الكريمه ديال الحشوه ديالنا اللي هي 100 غرام ديال اللوز مطحون مزيان، وعندنا هنايا 3 المعالق او 4 ديال السكر سنيده على حساب الذوق، وعندنا هنايا جوج حبات ديال البيض، وعندنا رشيشه صغيره ديال الخميره، وعندنا 100 غرام ديال الزبده اختياريه، وعندنا هنايا مايزينا او نشا الذره. ودابا غادي نقدم لكم الطريقه ديال التحضير. الطريقه ديال التحضير ديالنا غادي ناخذ 100 غرام ديال الزبده اللي هي درجه حراره المطبخ، افضل تكون مرخوفه باش كتجينا سهله في الخدمه ديالها.
نديرو 2 معالق ديال المايزينا، نشا الذره، 2 معالق كونوا عامرين شويه، نخلطو العناصر. كتجي مخوفه، ويمكن لكم تضيفوا النكهه ديال اللوز وهي اختياريه. وبالنسبه للمول البنات من الافضل تاخذوا هذا المول هذا اللي مدقوب بحال ما هكا، كيجي سهل في التقديم. دابا غادي ناخذ الزبده. بالنسبه للمول البنات اللي متوفر عندكم، انا كنفضل هذا المول هذا كيجي سهل. بنينه بمعنى الكلمه هكا. ودابا غادي ناخذ اللوز إفيلي وغادي نوضعوه بطريقه عشوائيه كنزينو بها. لوز إفيلي ولا كاوكاو إفيلي على حسب الاختيار ديالكم. وانا سخنت الفران مزيان على درجه 180، ديروها هذيك 40 دقيقه طيب، ومن بعد نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا من بعد ما دهنتها بالنطاج. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد.